السلام عليكم طلابنا الأعزاء، شلونكم؟ يا رب بخير. اليوم عندنا يونت 8 اللي هو الوحدة الثامنة lesson 1 الدرس الأول. طبعا هنا الوحدة الثامنة عندنا قطعتين. القطعة الأولى اللي هي our natural resource، أوكي، اللي هي مواردنا الطبيعية. natural طبيعي، resource موارد، our natural مواردنا، أوكي. نبلش نقول يا الله وحنترجم إن شاء الله باراجراف. Natural resource أو resource موارد الطبيعية are material that are found in natural. هنا الموارد الطبيعية هي شنو؟ هي مواد موجودة وين؟ موجودة بالطبيعة. أوكي؟ air اللي هو الهواء، water اللي هو الماء، land أرض and trees اللي هي الأشجار. are all natural resources، كلهم ذولا موارد طبيعية. as are petrol and gas. بالإضافة إلى ذلك طبعا البترول والغاز أو الغاز. أوكي. we use natural resources in hundreds of different ways. إحنا نستخدمهم هاي الموارد اللي موجودة اللي ذكرناها قبل شوية بمئات الطرق المختلفة بمجالات كلش مختلفة. شلون؟ for example على سبيل المثال we use land to grow food and water to drink. احنا نستخدم الأرض على مود شو نسوي بيها؟ نستخدمها على مود نزرع للزراعة and water ماء للشرب. we use petrol and gas for energy. نستخدم البترول والغاز للطاقة. okay because they are so essential to human life. هم essential أساسي. هي هاي الموارد أساسية أوكي حياة الإنسان. natural resource must be used wisely. إحنا لازم نستخدمهم بحكمة. أوكي لازم نعرف وين نستخدمهم وشلون. باراجراف الثاني some natural resource are renewable. بعضها متجدد يعني تتجدد، هي تتكون مرة الأخرى. This means هذا يعني that they do not disappear completely when they are used or that they can replace themselves as quickly as they are used. يعني اكو موارد طبيعية متجددة يعني ما راح تختفي للأبد عند استخدامها. اوكي هي عند استخدامها تعوض روحها بروحها. اوكي can replace themselves quickly، تعوض روحها بروحها بسرعة. اوكي trees الأشجار are renewable resource because more trees can be planted and grow. الأشجار مثلا على سبيل المثال، الأشجار يمكن زراعة الأشجار. ليش؟ هي موارد متجددة. يعني إذا قطعت الشجرة يمكن أنه تتجدد من خلال الزراعة، تزرعها وتنمو مرة الأخرى. زين. Some resources however are non-renewable. أكو بعض الموارد هي غير متجددة مثل these cannot replace themselves as quickly as they are used. وهاي ما تتجدد بسرعة، مو مثل الموارد المتجددة. هاي غير متجددة ما تتجدد بسرعة. Petrol is considered as non-renewable resource because it takes thousands of years to form. من ضمنها البترول، هو ما يتجدد بسرعة، هو مورد ما يتجدد بسرعة، يحتاج انه thousands of years آلاف السنين على مود شنو؟ على مود يتكون. We know احنا نعرف that non-renewable اللي هي الموارد الغير متجددة resource must be used as efficiently as possible. احنا نعرف الموارد غير متجددة شبيها
يجب إنه استخدامها بأقل قدرة من الكفاءة. زين. And we must concentrate, okay, on developing other methods of using renewable resource such as energy from the sun. طبعا هنا لازم احنا نركز على شنو؟ وتطوير ونطور بعض الموارد المتجددة، اوكي، مثل طاقة الشمس. يعني احنا ما نبقى نعتمد على البترول، اوكي، لان هي موارد غير متجددة تحتاج آلاف السنين على مود تتجدد مرة ثانية، ولهذا احنا لازم شنو؟ نستخدمها بحكمة، اوكي، وايضا نعتمد على الطاقة البديلة اللي هي من الطاقات البديلة اللي هي الطاقة الشمسية او الطاقة ناخذها من الشمس. زين. باراجراف الأخير. Sometimes بعض الأوقات the way we use natural resource can harm the environment. هنا بعض الأحيان يمكن أن يضر استخدامنا للموارد الطبيعية بالبيئة. يعني شلون؟ يعني إذا استخدمنا الموارد الطبيعية بالبيئة ممكن يصير ضرر، مثل coal فحم and petrol cause a greenhouse. الفحم والبترول هي موارد طبيعية ممكن تسبب لنا غازات الدفيئة، greenhouse gas that contribute the global warming. وهاي الغازات الدفيئة تساهم شنو؟ بالاحتباس الحراري العالمي. اوكي. Another potentially disastrous عندنا نشاط آخر، اوكي، قد يكون كارثي، activity نشاط، is that a large number of trees are cut down by farmers or logging companies. مو بس إنه الجرين هاوس gases يسبب الاحتباس الحراري that contribute to global warming. اوكي. زين. بعد عندنا مشكلة أخرى كلش كبيرة اللي هي قطع الأشجار. بين منو ببسط منو؟ farmers. what's the meaning of farmers؟ اللي هم المزارعين. or logging companies، الشركات المختصة بقطع الأشجار. and new ones cannot grow fast enough to replace them. طبعا هنا من يسوون قطع للأشجار هي ما تقدر إنه تعوضها بسرعة، ما تقدر من تقطع الأشجار صار لها 100 سنة أو 200 سنة، من تقطعها ما تقدر تعوضها بسرعة، يحتاج لها كلش فترة طويلة. This process is called، هاي الحالة أو هاي العملية تسمى deforestation and endangers the habits of other plants and many animals. هنا هاي الحالة يسموها حالة أو عملية إزالة الغابات، وهي تعرض شنو؟ تعرض موطن النباتات الأخرى والعديد من الحيوانات إلى الخطر. زين. Destruction of the previously plentiful rainforest is particularly worrying. معناتها إنه تدمير، أوكي، الغابات المطرية، زين، أكيد كانت وفيرة في السابق بالأشجار، يصير أمر particularly worrying، يصير أمر مقلق، لأن أنت إذا تجي قطع الأشجار وماكو تعويض للأشجار راح يهدد مواطن النباتات، زين، والحيوانات الأخرى ما تقدر تستخدم هاي الأشجار، ما تقدر تتكاثر، ولهذا حيصير أمر مقلق as
These trees are the source of much of the world's oxygen. وانت من قطعت هاي الأشجار هي مصدر المن للأكسجين أوكي في العالم. Fortunately, scientists العلماء are finding ways to limit damage to the environment when these resources are used, but a lot of work still needs to be done. لحسن الحظ إن العلماء لقوا حل لهاي المشكلة ووضعوا حد للضرر اللي دا يلحق الغابات أوكي. ولازم إحنا نحد من هاي العادة. وبلشوا هم but a lot of work هنالك الكثير من العمل اللي يحتاجون لازم يسووا. هاي بالنسبة للقطعة خلصت. نيجي على التمارين. Lesson 1 activity book page 158A. Match these words from the text on page 74 of students book with their definitions. Efficiently اللي هي working well and quickly بكفاءة يعمل بشكل جيد وسريع. Essential اللي هو أساسي أوكي اللي هو extremely necessary اللي هو ضروري جدا ومهم. Logging اللي هو قطع الأشجار عملية قطع الأشجار. Cutting down trees for wood قطع الأشجار للاستفادة من الخشب مالتها. Wisely بحكمة اللي هو is a sensible manner اللي هو بطريقة منطقية. توصيل كل سهل. عندنا سؤال وجواب. Lesson 1 activity book page 158 B. Read the text again and answer the questions. Number 1. Why are natural resources essential to human life? ليش تعتبر المصادر أو الموارد الطبيعية هي أساسية حياة الإنسان؟ Because سبب we use them لأن إحنا نستخدمهم for many things لعدة أشياء such as مثل food طعام water ماء and energy طاقة. What is difference between a renewable and non-renewable resource؟ شنو الفرق بين الموارد المتجددة والموارد الغير متجددة؟ Renewable resources don't disappear when they are used. موارد متجددة ما تختفي عند استخدامها. Non-renewable resource will eventually disappear. تختفي بالنهاية. Find two examples of renewable resource in the text and one example for non-renewable resource. نريد مثالين لمورد متجدد بالنص ومورد غير متجدد. Renewable اللي هو trees energy from the sun. Non-renewable petrol. Okay. 4. How do greenhouse gas harm the environment? شلون تضر الغازات الدفينة البيئة؟ Greenhouse gas contribute the global warming. اللي هو الغازات الدفيئة تساهم أو إلها سبب في الاحتباس الحراري العالمي. What is deforestation? How does the text say that deforestation harms the environment? ما هو إزالة الغابة؟ وكيف يقول الناس أن إزالة الغابة تضر بالطبيعة؟ أكيد تضر بالطبيعة. شلون؟ Deforestation is the process هي عملية in which large number of trees are cut down عدد كبير من الأشجار هي يتم قطعها and they cannot be replaced ما يمكن تعويضها. It endangers plant and animal habits وهي تعرض مؤل النباتات والحيوانات للخطر. بس هاي القطعة وهاي تمارينها.
من استفادته يا ربي. شكرا جزيلا طلاب.